بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن اسمي ادهم هيبه ادهم. انا جاي النهارده ما بقيتش الرئيس محمد مرسي ولا بايد حزب الحريه والعداله ولا تابع لجماعه الاخوان المسلمين. انا النهارده جاي بتكلم كلمه لله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل في مصر ده حرام. الانقلاب على الديمقراطيه واضح تماما، الانقلاب على الشرعيه وده واضح تماما. العسكر عاوز اقول كلمه للفريق عبد الفتاح السيسي، لو عنده ذره احترام، بس ذره احترام، يبص للميدان بالليل يوم 30 بعد ما الناس ما مشيت. ليه البيان بتاعه طلع ثاني يوم؟ ليه؟ المقصود بيه ايه؟ خطه مدبره. ليه القنوات الاسلاميه بتقفل؟ ليه لما اجي اقلب عليها قناه اسلاميه اشوف الراي الاخر؟ انا مواطن عاوز اشوف الراي الاخر، ايه اللي بيحصل في البلد؟ الاقي مره واحده القناه دي تقفل. طب ليه؟ ليه الظلم ده؟ القنوات اللي بتتشدق بالاعلام وتشدق بالحريه وتشدق بالديمقراطيه طول الايام بالليل وقبل يوم 30. لو قنوات قفلت هتبقى غلطه محمد مرسي الكبرى، القنوات بتاعتهم ما قفلتش، القنوات الاسلاميه هي اللي قفلت. طب النهارده خلي عندكم ذره من ضمير، وجهوا لهم كلهم، كل القنوات الفضائيه ذره من ضمير. بصوا طيب، تعالوا شوفوا الناس دي، مش مواطن مصر ده اللي موجود دول مش مصريين؟ ايه الاقصاء ده؟ ايه الظلم ده؟ عمل ايه معاكم الراجل؟ سنه بتقولوا يرحل، ده 30 سنه، سبتوه قد ايه؟ سنه بعد ما نزل ما لناش ولا رمز بعديه نقول هياخد الحكم او هيبقى طامع في الحكم او هنلم الجماعه بتاعته. تقدروا تلموهم بسهوله جدا لانهم ناس ظاهرين، ناس ظاهرين جدا واضحين غير التانيين. لغايه النهارده بعد 30 سنه مش عارفين نعرف فين اموالهم، فين اموال بلدنا، فين حقوقنا، فين الشرعيه. بسالهم كلهم سؤال لله سبحانه وتعالى، هو ده الحق؟ لو هو ده الحق سيروا على بركه الله، لو مش هو ده الحق حسبي الله ونعم الوكيل.